اوكي طيب خليني مبدئيا كده من غير كلام كتير اقول كول بالمر. ماشي. اتوقع رقم واحد. بالفعل هو رقم واحد. ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم على اكتر لعيبه ساهمت باهداف في الدوري الانجليزي موسم 23 24 سواء من التسجيل او الصناعه. فكول بالمر رقم واحد. طبعا ايرلينج هالاند رقم اثنين. رقم ثلاثة هنقول ساكا. اوكي ساكا موجود ولكن السابع مش الثالث. طيب نقول فودن. في الفودن الخامس فودن. طيب اولي واتكنز اتوقع هو الثالث اتوقع. كلام مظبوط جدا. كان موسم انفجار واتكنز مع الفيلنز استون فيلا. طبعا ذا ايجيبشن كينج فخر العرب محمد صلاح. اوكي. مو سالا. كلام جميل جدا جدا جدا. فخر العرب ابو مكه. احسن لعيب في تاريخ قاره افريقيا تما. واي حد يقول غير كده ما ينفعش تتناقش معاه اصلا. طيب السادس يونج مين سون بدون نقاش. الثامن سويدي منطقيه هقول ايزاك الكسندر ايزاك مع نيوكاسل. كلام مظبوط. التاسع والعاشر انجليز. طيب 23 24 يعني الموسم اللي فات. طيب نقول ايفان توني. اوكي مش موجود. طيب قلنا ساكا. طيب نقول مثلا على سبيل المثال ارنولد الكسندر ارنولد. مش موجود اصلا. اوكي. ترنت مش موجود. طيب نركز مع بعض. ليفربول ارسنال تشيلسي. هل ممكن يبقى حد من تشيلسي؟ لا ما توقعش. خدنا من الليفر طبعا. ايه هو انجليزي يعني التاسع والعاشر انجليزي. طيب لا اله الا الله. في ايه؟ احنا هنجنا ليه فجأة كده؟ لعيب انجليزي في الدوري الانجليزي عايزين لعيب ساهم باهداف موسم 23 24. طيب توني غلط. طيب نقول مين تاني؟ لا اله الا الله. طيب نركز مع بعض معلش. بوين. جارد بوين. اوكي جارد بوين العاشر الحمد لله. وست هام صعبه لكن الحمد لله صدناه. طيب التاسع. التاسع هو غالبا هيبقى حد في برضه في فرقه في نص الجدول كده. طيب خلينا نقول آه ماكنيل مثلا. ايفرتون مش موجود اصلا. طيب نروح مع مين يا ربي؟ سولانكي. الحمد لله رب العالمين هو دومينيك سولانكي بالفعل رقم 9. انا مش اعذروني يا جماعه انا متوتر والله ما اعرفش في ايه. اللعبه دي بتوترني لكن الحمد لله ربنا ستر. بفضل ربنا ودعواتكم كملناهم صح. بس عايزك بقى تقول لي في الكومنتات ان شاء الله كده جبت كام اسم من العشرة صح.